اول حاجه امام عاشور. الدنيا قامت وما قعدتش على احتفال امام. الحقيقه انا شفته لعيب ولا حرام خالص. ينفخ بالونه كنا نسميها عندنا زمان في طنطا نفيخه، بقت بالونه دلوقتي. الراجل لا تجاوز في حق حد ولا قال على حد حاجه ولا نطق ولا فتح بقه ولا اي حاجه. جاب جون حلو قوي، رجل المباراه. ارقامه السنه دي مع النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله، وده اللي يهمني بقى جدا، انه امام ما شاء الله السيزون ده 16 مباراه 3 اهداف، مسجل في سموحه ومسجل في ابطال افريقيا ومسجل في الانتر كونتيننتال، 3 تمريرات حاسمه وحاجات كتيره بقى في الدوري وفي افريقيا. اليومين دول في الدوري ده 6 مشاركات، مسجل هدف وصنع هدفين وصنع فرص لزملائه 7، ومراوغاته ومحاولاته على المرمى 18 ما شاء الله. في افريقيا لعب 5 مباريات، مسجل هدف وصنع هدف، ومحاولاته على المرمى ومحاولاته الصحيحه والمراوغات والالتحامات. يعني الراجل عامل ارقام رائعه يعني مع النادي الاهلي. وامام اللي مش هيقول عليه انه هو الافضل حاليا في مصر على الاقل من وجهه نظرنا، يعني اعتقد يبقى شويه ظالم يعني. وادي قفشه الحمد لله لعب النهارده مع امام وسجل هدف وكاد ان يسجل الثاني. فانا يعني انا مش عارف ايه العيب في ده. يعني انا ممكن اجيب لكم صور للعيبه كتير حتى قفشه بيضحك معاه، بصرف النظر بيحتفل بعيد ميلاد بنته بده وما بيحتفلش بعيد ميلاد بنته بده، بصرف النظر يعني هو يعني انا مش فاهم. يقلع التيشيرت ويقول لك إيه لا رمى تيشيرت الاهلي، يجري على مش عارف ايه يقول لك مش عارف ايه. امام وكهربا ايه القصه يعني؟ فاكرين كهربا في عز 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 تألقه كانت هناك محاولات للشطب، فاكرين ولا مش فاكرين؟ وبعد كده تم تخفيضه الى 12 مباراه، وبعد كده بقى يعني مش عارف ايه بتاع 6 مباريات، وهو ايه وصل لاعلى مستوى. طبعا كانت النتيجه الراجل لما توقف على ما يرجع خد وقت. امام فجاه كده في القصه بتاعت الاهلي وبيراميدز اسمه اتزج كده، اسمه اترمى امام وعقوبه و3 مباريات وقصه زي البالونه اللي انتوا شفتوها دي. وبعدين في الاخر قال لك لا امام براءه. امام مع كل حاجه دايما القصه مع امام بتلاقوها بتوصل كده بشكل غريب جدا انها بقت قضيه. ما انا عارف هو ايه اللي ما تجيبوا لنا يا جماعه الصور بتاعت اللعيبه الكتيره جدا اللي في العالم. اهو 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 كل دول بلالين. حد هنا قال اصل دي زرقاء ودي بيضاء ودي حمراء ودي خضراء ودي صفراء. في ايه يا جماعه؟ يعني انا الحقيقه انا مش فاهم يعني. الراجل ما شاء الله تركيز، وصل فورمه. امام اللي كنا نفسنا نشوفه، امام اللعيب صاحب المستوى العالي ما شاء الله موجود، لا لمح لحد ولا اتكلم على حد ولا قال على حد، بل بالعكس كمان نزل صوره وبيحتفل بعيد ميلاد بنته حتى لو ما نزلش. ما هو انا عايز اعرف ايه التجاوز؟ ايه نوع التجاوز اللي عمله؟ ايه حد يقول لي ايه قله الادب في ده؟ انا مش بهزر يعني. ما في ناس بترقص رقص يعني غير عادي نقول قله ادب مثلا، في ناس بتحتفل احتفالات وشقلباظات ونقول دي قله ادب. ما ايه بس الخارج عن النص اللي عمله؟ حط البالونه في الشراب ما يحطها. هو الراجل عنده احساس انه ممكن يجيب جون وعايز يحتفل بطريقته، عايز يفرح بنته، عايز يفرح جمهوره، عايز يفرح نفسه. ما هو نوع الخروج عن النص اللي عمله امام؟ والله انا بتكلم جد مع احترامي على فكره لكل الاراء، بحترم كل الاراء، لكن ايه نوع الخروج عن النص؟ يعني ايه الغلط اللي اتعمل في حاجه زي دي؟ يعني واحد قاعد يعمل كده، واحد قاعد يرقص كده، واحد قاعد يعمل كده، ما هو حر. الحاكم بقى ميلا زمان بتاع الكاميرون اول ما اخترع الرقص يقول لك عيب وقله ادب. وبعدين هو الفتره الاخيره يعني ما شاء الله كده في حد ولا حده يعني ولاد حلال طلع ونسك قصه على امام، فيقوم ربنا يكرمه ويستره وينصره ويوفقه ويسجل، من حقه انه يفرح. ما هو خلي بال حضرتك، ما انت كل ورقه رابحه عندك لازم هيتعمل عليها حواديت.
انا بس ايه بنبه الاصدقاء الاهلاويه الحلوين يعني، انه في البعض غاضب، بس هو ايه الغلط؟ ركز يا امام في ملعبك. امام احسن واحد في الملعب، امام رجل المباراه، امام حتى المباريات الاهلي ما كانش كويس فيها، شباب بلوزداد كان كويس، امبي كان كويس، مش عارف مين كان كويس، كويس يعني بعد الازمه اللي حصلت وبتاع، امام ما شاء الله ماشي كويس. فحضراتكم بس قولوا لنا ما هو الخطا. ثم الراجل يتم اختياره افضل لاعب في المباراه. طب مطلوب ايه؟ يعني مطلوب ايه منه؟ مطلوب مننا احنا بقى. ما انت تخلي بالك كمان، انا لا بحب لا نظريه المؤامره ولا مش عارف ايه ولا الحمله ولا الكلام الفارغ ده، لكن بحب ادي لكل واحد حقه. فما يقدمه امام، والعب من الشمال يا ابني حاضر، العب يمين يا ابني حاضر، العب تحت راس الحربه حاضر، والله لو قال له العب باك رايت حاضر، ما عندوش مشكله خالص. فانا عندي لعيب بسم الله ما شاء الله وصل للفورمه اللي نفسنا فيها، ولسه كلنا كنا بنقول لسه امام ما اداش، كنا بنقول 30% 40%، دلوقتي نقول 50% 60%، ولسه جاي لحد ما يوصل ان شاء الله 150%. فكتير يعني اللي بيحصل. ما انا مش عارف يعني، هل هو اساء لحد؟ هل هو جاب سيره حد؟ هل هو اتكلم على حد لا سمح الله؟ هل هو طلع لقح على حد؟ ده بيتلقح عليه وبيتنسج عليه قصص وروايات وحكايات خياليه، والراجل بيرد في الملعب. يعني طب لو امام المره اللي جايه حتى لو ما نزلش صورته مع بنته، حتى لو ما نزلهاش، فالراجل رد عملي داخل الملعب. بقول لحضراتكم مع احترامي للجميع ايا كان، كلهم اخواتنا واصدقائنا وعلى دماغنا من فوق، لكن بس انا عايز اقول له حضرتك هو ايه الغلط؟ يعني والله بجد ايه الغلط؟ او حد بس يبعت لنا حتى والله، وزملائي في الاعداد يقولوا ايه الغلط؟ ايه نوع الغلط او نوع التطاول اللي عمله امام في انه عمل كده ببالونه؟ يعني ملهاش بقى علاقه ببيضه ولا حمراء ولا زرقاء ولا خضراء ولا صفراء ولا. على واحد قال لك هيشوف الراجل بتاع البلالين اللي اشتراها منه امام ويعملوا معاه مداخله. ما هو كده كتير يا جماعه، كده كتير بمنتهى الامانه، كتير يعني، وزياده وحرام، حرام يعني. وانا بقول لجمهور النادي الاهلي هنا دورك انك تقف جنب النادي كله، وامام عاشور بصفته لاعب في النادي، لاعب متالق، لاعب منور في النادي بشكل كويس، بشكل كويس قوي كمان، بشكل مهم جدا. امام واحد من اهم اللعيبه الان، ده واحد. اتنين